جربوا بقى طريقة البانيه المشوي ده بتتبيلة روعة: ليمون، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، كاري، دبس رمان، فلفل اسمر، وحبة ملح صغيرين. وبنزل بالبانيه بتاعي وبقلبه في الخلطة الحلوة دي، وبسيبه كده من ساعة لساعتين. وبجيب عندي كده جريل، وبنزل فيه بحوالي معلقتين او 3 معالق من الزيت. وبجيب عندي كده البانيه اللي أنا تبلته، وبنزل بيه كده على الجريل لغاية ما يستوي ياخد لون حلو كده. بكون محضرة عندي خضار، اي خضار عندكم تحبوه، طماطم، بصل، فلفل الوان، الموجود عندكم هتنزلوا بيه. بملح بقى ملح وفلفل اسمر، وبقلب بقى كده الخضار لمدة 5 دقايق يدبل بس كده معايا. بنزل بقى بالبانيه اللي انا سويته معاكم، وبسيبهم كده مع بعض لمدة 5 دقايق على الجريل. وهوريهولكوا دلوقتي ما شاء الله، شكله وطعمه روعة. بسيبه بس كده 5 دقايق كده، واغطيه بأي حاجة، وبعد كده بقى اقدمه. بصوا ما شاء الله، البانيه والخضار شكلهم يفتح النفس طبعا. بتهيألي دي اسهل وصفة للبانيه بدل ما نقليه، حتى صحية وخفيفة للناس اللي ما بتحبش البانيه المقلي. لو الوصفة بقى عجبتكم، لايك وشير واشتراك في القناة.